دي آن كاترين بيرجر، قالوا عنها كسولة رغم عبقريتها، وما كانوش يعرفوا اللي هيحصل بعد كده. آن بدأت لعب كرة القدم من وهي عندها 4 سنين كمهاجمة، وهي عندها 16 سنة حصل معاها شيء غريب. فريق آن كان بيكسب كل المباريات وبفارق أهداف كبير، وهي كانت كسولة جدا. فلاحظت إن حارسة مرمى فريقها مش بتعمل أي جهد خلال المباريات، فتعمل إيه؟ قررت تكون حارسة مرمى، وكأن دي لعبة الحياة معاها عشان تتحول لواحدة من أبرز حراس مرمى الكرة النسائية. آن لعبت لباريس سان جيرمان وبعدين برمنجهام سيتي، ومع بداية تألقها خدت أكبر صدمة في حياتها. في نوفمبر 2017 اتشخصت بسرطان الغدة الدرقية، ودي كانت نقطة التحول الأهم في مسيرتها. بيرجر خضعت لجراحة وعلاج إشعاعي ورجعت في يناير 2018، ومن هنا ما بقتش تعرف حاجة عن الاستسلام والكسل، بل ولعبت في كأس الاتحاد بعد 61 يوم بس من العملية. وفي 2019 انضمت لتشيلسي، وهناك عرفت طعم الألقاب. وسنة 2020 انضمت لمنتخب ألمانيا لاستدعاء اللي غاب 11 سنة بعد آخر ظهور ليها مع منتخب الشباب، وكسبت القفاز الذهبي في 2021. لكن الحياة كانت قاسية عليها، ففي أغسطس 2022 أعلنت عودة السرطان، لكنها قهرته تاني ورجعت تلعب في سبتمبر 2022 ضد مانشستر سيتي. وقالت إنها كانت بتدخل جلسات العلاج زي التدريبات، ما عندها ذرة شك في نفسها. آن كسبت مع تشيلسي 10 بطولات، وبعده انضمت لنادي جوثام في أمريكا وكسبت معاه بطولة الكونكاكاف، وحاليا بتتألق مع منتخب ألمانيا اللي صحيح ما حققتش معاه بطولات لسه. وكمان الوقت بيجري لأنها 34 سنة، لكن تفتكروا ممكن تكسب لقب دولي مع الماكينات؟